العبادة تقيل عليك، يمكن المشكلة مش فيك، يمكن الطريقة هي اللي غلط. تعالى نبدأ تدريب بسيط، دقيقة ورا دقيقة، ونشوف ازاي القرب من ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون راحة ومش حمل. بضغط نفسي من أول يوم في شهر رجب وبقول لازم أعمل كل حاجة صح، أيوة، وبستغل كل وقتي في عبادة واحدة بس حاسس إن أنا بحرق نفسي وبحس بالذنب من أقل حاجة. معلشان غلط، خطوة واحدة صح كفاية، مش لازم كل حاجة مرة واحدة. درب نفسك إنك تركز على عادة واحدة دلوقتي وحاول تصحيحها من غير ضغط، من غير ما ترهق نفسك. فات الأوان، فات الأوان للتوبة، ولا أبدأ بكرة؟ أنا بس قاعدة مستنية الظرف المناسب علشان أبدأ من جديد ويكون كلي طاقة. بس يعني أنا بس بتاخدني الذكريات بقى والماضي والحاجات دي، فما بحسش إن أنا يعني عارفة ألاقي نفسي فأبدأ. غلط، غلط. كل لحظة فيها فرصة مش بكرة، كل لحظة فيها فرصة مش بكرة. ما تستناش لبكرة وتقول أنا هبدأ بكرة. درب نفسك على إنك تاخد خطوة صغيرة، حتى لو دلوقتي خطوة بسيطة جدا، بس ابدأ وتوكل على الله. وبلاش تقول فات الأوان، لا لا، الكلمة دي صعبة جدا جدا. ده ربنا ما بيقفلش بابه، ما بيقفلش بابه، معانا على طول. احنا اللي بنقفل الباب في وش نفسنا ونصدر لنفسنا طاقة سلبية ونقول فات الأوان، خلاص بقى، ده أنا عملت اللي ما يتعملش، ده أنا. بمجرد ما تقول يا رب بقلب صادق، بمجرد ما تبكي وتتذلل لحبيبك وانت عايز التوبة، خلاص خلاص كل ذنوبك اتحولت لحسنات. كل التوهة انت لقيت نفسك خلاص، يعني اي توهة اي تشتت اي، خلاص. بس خد خطوة، وحتى لو كانت بسيطة بس ابدأ. طاعة بقى من أول يوم في شهر رجب، خلاص صيام بقى وصلاة طول الليل وهضغط نفسي على قد ما أقدر. بس بعد ما عملت كل اللي أنا قلته ده برضو في حاجة مش حاسة إن في اتصال، يعني مش حاسة بالخشوع. يعني ليه بقى؟ عشان اللي انت بتعمله قصد بيه العدد. لحظة واحدة بس، قلب حاضر، ركعتين فيهم قلب حاضر أحسن بكتير من عدد من غير حضور. فدرب نفسك على ركعتين يوميا، ركز فيهم على الخشوع أكتر ما تركز على العدد. إن أنت يعني قمت الليل كله وبتقول وبتفتخر وسبحت مش عارفة كام تسبيحة طب فين قلبك؟ فين قلبك؟ قلبك حاضر، حاسس بالخشوع كده، حاسس إن أنت سعيد وبتبكي كده. أصلا مفيش حد فينا خالي من الذنوب، فأنت إيه بتنظف نفسك في فلترة بتحصل للقلب، ولا أنت شايف إنك بتأدي أداة بس، ولا إيه؟ كل حاجة ضايعة، كل حاجة عملتها قبل كده مش هتنفع. حتى عباداتي حاسة إن هي ربنا مش هيتقبلها مني. أيوة، في ناس بتفكر كده، بتتجاهل كل خطوة هي بتاخدها وبتقول لا، مش ربنا مش هيتقبلها مني، وهي مش هتضيف لي حاجة في اللي جاي. ليه كده؟ أي خطوة صح إحنا عملناها هي أساس لبداية جديدة. أيوة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ليه كده؟ ليه بنخش في دايرة اليأس اللي ما نعرفش نطلع منها؟ ما هو أنا طول ما أنا عمالة أقول أنا ضايعة، أنا مفيش حاجة نافعة، أنا أي حاجة باخدها حتى لو كانت بسيطة، لا لا لا، هو ده يجي إيه جنب اللي بيعمله فلان، جنب الصدقة اللي طلعها فلان، جنب اللي عملته فلانة، جنب الأعمال الخيرية اللي مش عارفة إيه؟ ذرة. بحاول أكون مثالية، بس أي غلط حتى لو كان بسيط بيوجعني. ودايما بلوم نفسي على أي تفصيلة.
وحاسة ان اي خطوة انا باخدها لو ما كملتش انا كده فشلت فشل ذريع. احنا مش مطلوب مننا الكمال على فكرة، احنا مش مطلوب مننا الكمال، احنا مطلوب مننا التعليم، المراجعة. درب نفسك على انك تسأل نفسك ايه الغلط اللي حصل مني، وايه اللي المفروض اعمله علشان اصحح ده، بس من غير لوم، من غير ما اضغط نفسي. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا خطائين، وخير الخطائين التوابون، صح ولا ايه؟ انا لو ما نجحتش في شهر رجب يبقى خلاص كده، انا كده فشلت، مش هعرف بقى يعني لما يدخل عليا شهر شعبان يعني اكون فيه يعني ايوه. اصل انا يعني مش شايفه نفسي زي فلانه او فلان، انا حاسه ان هم افضل مني بكتير. ايه ده؟ ليه كده؟ ليه بنقسى على نفسنا بالشكل ده؟ النجاح الحقيقي ان احنا نستمر وما نسيبش نفسنا. تعالوا ندرب نفسنا ان احنا نسجل كل يوم حاجه، كل يوم حاجه احنا عملناها صح حتى لو كانت بسيطه. وما تقعدش تقول انا ما عملتش، انا المفروض كنت اعمل، وتقعد تقارن نفسك باللي حواليك. لا، قارن نفسك بنفسك. يعني اقعد اقول انا امبارح ما عملتش كذا، لا انا بكره. قارن نفسك بنفسك، اللي هو لا انا هكون افضل من امبارح، لا انا كده، ده انا يومي ده شبه اليوم بتاع اول امبارح، لا لا لا، ده انا المفروض هو ده الصح. لكن ان انت تفضل باصص على الناس اللي حواليك وتقول انا ما وصلتش للليفل ده. جاهد، حاول، قول يا رب اللهم اخرجني من حولي وقوتي وادخلني الى حولك وقوتك فهو عليك هين. بس ركز على نفسك. ايوه، ركز على نفسك. اركز عليها ايه؟ ده انا نسيتها وسط الزحمه وقسيت عليها بسبب بقى الماضي والناس، وحاسس خلاص ان التغيير ده صعب وكاد يكون مستحيل، مش هينفع. ليه كده؟ ليه بنضيع نفسنا بنفسنا؟ علشان بقارن نفسي باللي حواليا، ولا علشان دافن نفسي في الماضي؟ معقول ده؟ ليه كده؟ ليه انت اللي بتضعف نفسك؟ انت اللي بتضيعها، انت اللي بتوهنها. ليه ما بتقفش جنب نفسك؟ ما بتساعدش نفسك ليه؟ طب ما تيجي نعمل تمرين ندرب نفسنا كل يوم، ان انا بشجع قلبي ده وبقول له انت ماشي في الطريق الصح. بشجع نفسي وبقول ان كل خطوة انا باخدها هي خطوة جديدة، خطوة جميلة. شجع النفس دي، وبلاش تركز على السلبيات اللي موجودة حواليك أو حتى موجودة في نفسك. لأ، اشتغل عليها، قويها، بلاش تضعفها. بلاش انت تكون سبب انهيار نفسك. محدش هيمسح دموعك غير ايديك، محدش هيمسح دموعك غير ايديك انت. فركز على نفسك وحب نفسك وطور من نفسك، وبلاش تقول ان انت نسيتها وسط الزحمة وانك قسيت عليها بسبب الماضي، وانك خلاص مش هتقدر تغير حاجة في اللي فات، وانه صعب ومستحيل. خلاص، لو انت هتمشي بالمبدأ ده يبقى انت هتضيع، وغيرك هيحاول وهيفكر وهيقرب، وانت خليك محلك سر. فبلاش تعمل كده وركز على نفسك.